بصوا بقى يا جماعة، سواء انتوا بتحبوا زاهي حواس او ما بتحبوش زاهي حواس، فالراجل ده شطارته تتدرس وكان واجهة مصر لأكتر من 30 سنة، وإلا ما كانش أي ملك أو أمير أو شخصية عالمية لما جت مصر طلبته بالاسم. فمش عشان هو عارف يسوق لنفسه صح وعارف هي بتتعمل ازاي نقف له على الحرف ونقلب عليه الدنيا، بس برضه عشان أبقى حيادية هسيبك انت تقولي في الآخر، لو مش زاهي حواس هو اللي هيمثل الحضارة المصرية ممكن يبقى مين البديل؟ بس اسمع قصة زاهي حواس الأول وبعد كده احكم بنفسك في الآخر. زاهي حواس مواليد 47 في قرية صغيرة كده اسمها العبيدية قريبة من دمياط، وهفاجئك بقى واقول لك انه اصلا ما كانش في دماغه انه يبقى عالم آثار، ولا حتى كانت من ضمن اول 3 احلام في دماغه، وهفاجئك اكتر واقول لك ان الحلم اللي كان قايم نايم يحلم بيه هو انه يبقى محامي. بس لما جه يدخل حقوق في جامعة اسكندرية وهو 15 سنة لقى الموضوع ممل جدا ومش زي ما توقع خالص، عشان كده ما طولش فيها وقرر يسيبها على طول، وبدأ بقى يلف في كليات الجامعة يشوف اقسامها ايه يمكن حاجة كده تشده ويقرر يدرسها. فلقى قسم جديد كده كلية الآداب كانت لسه ضايفاه اسمه قسم الآثار، مش مشهور ومفيش فيه طلبة كتير، فطبعا ده كان اختيار هايل بالنسبة لزاهي، خصوصا انه شخص رايق وما بيحبش وجع الدماغ، فالقسم ده كان لايق جدا على شخصيته. هو كمل دراسته في التخصص ده، لكن شوف بقى سبحان الله، الراجل اللي بيمثل مصر دلوقتي ده اصلا ما كانش بيطيق دراسة الآثار وكان بينجح في المواد بالعافية، بس كمل لانه واضح كده ان مشكلته الأساسية في الدراسة نفسها مش في التخصص، وفعلا بيتخرج وهو عنده 20 سنة وبقى معاه بكالوريوس في الآثار اليونانية والرومانية من جامعة اسكندرية. وقتها الحكومة هي اللي كانت بتوظف الخريجين فعينته كمفتش آثار، وأول ما دخل إدارة الآثار رجعت له نفس المشكلة تاني، إنه ولا مرتاح ولا مبسوط. هو لغاية دلوقتي أصلا ما عملش أي حاجة هو عايزها، وخلي بالكوا برضو إن هو لغاية اللحظة دي ما كانش لسه حب الآثار، هو سايب الدنيا تشيل وتحط فيه، والشغلانة اللي هو فيها دي لا هو حاببها ولا على هواه، عشان كده بدأ يفكر هو ممكن يعمل إيه يخرجه من الحتة اللي هو فيها دي. فجات له فكرة مثلا إنه يبقى دبلوماسي، بس طلعت محتاجة دراسة. بعد ما درسها لقى نفسه بينجح في التحريري بس سقط في الشفوي، بس عادي يعني مش مشكلة، زاهي أصلا مش من النوع اللي بيقعد يبكي على اللبن المسكوب، هيروح يسعى في مكان تاني، ما هي مش آخر الدنيا يعني. بس ما تنساش برضو إن في الآخر زاهي شاب زيه وزيك تايه في الحياة، مش متأكد هو عايز يعمل إيه فبيحاول وخلاص. وقتها حاول يشتغل في وزارة السياحة رفضوه، فقال يجرب في قسم السينما في وزارة الثقافة برضو فشل. فهتعمل إيه يا زاهي؟ كده كل الأبواب قفلت في وشك خلاص. فخلاص ما بقاش قدامه غير إن هو يرجع تاني بكل أسف لإدارة الآثار اللي عمل كل القصة دي علشان يهرب منها. ورجع زاهي، بس زاهي يلاقي شغلانة مفتش الآثار اللي مش راضية تسيبه في حاله دي موجودة والدنيا بامبي وجميلة؟ لا طبعا، ده حتى يبقى عيب في حق قوانين الطبيعة. لقى إيه بقى؟ لقى رئيس الإدارة مستنيه وسمعه كلمتين من اللي هم عشان فضل غايب فترة طويلة عن الشغل، وكنوع من العقاب قرر رئيس الإدارة إنه يطلعه موقع تنقيب في الصحراء. طبعا زاهي سمع الكلام ده اتخض، يعني يا رب رضينا بالهم والهم مش راضي بينا، ده ايه الشغلانة اللي مش راضية تجيبها البر دي؟ بس اللي هو ما كانش يعرفه بقى إن السفرية دي هتبقى بداية كتابة تاريخ زاهي حواس. فاضطر زاهي إنه يسافر غصب عنه، وكان مشروع كبير جدا فيه عمال عددهم يعدي 300 شخص، لكن زاهي سلم أمره وقرر يعدي أيامه وخلاص، كده كده المشروع ده ليه مدة وهيخلص، مش هيعيش معاه العمر كله يعني. لغاية ما جه يوم زاهي كان قاعد في خيمته مستني بفارغ الصبر عدد ساعات الشغل يخلص عشان يرجع على القاهرة يقضي أجازة آخر الأسبوع. ساعتها لقى واحد من العمال اللي شغالين معاه داخل عليه وبيقول له تعالى المشرف عايزنا في موضوع. فراح زاهي يشوف ايه الحكاية، لقى المشرف بيقول له امسك الفرشة دي وابدأ تنظيف في المقبرة. فعمل اللي بيقول عليه من غير ما يفكر، هو كده كده مش شاغله في اللحظة دي أي حاجة غير الأجازة اللي هينزلها وهيقضيها ازاي. وبعد شوية وقت وزاهي بينظف بدأ يظهر من بين الرمل تمثال. في اللحظة دي في حاجة اتغيرت جوه قلب زاهي، وزي ما تكون لعنة الفراعنة دي حاجة حقيقية، وإن اللي بيدخل في حياة أجدادنا بيتسحر وما بيعرفش يخرج تاني. في اللحظة دي وقع زاهي في غرام الآثار وعرف خلاص هو عايز يبقى إيه. هو عايز يبقى عالم آثار، حاجة لا كانت على البال ولا على الخاطر. عشان كده من غير لحظة تردد رجع زاهي عدل على كلية الآثار في جامعة القاهرة عشان ياخد دبلومة في علم المصريات. بعدها ولمدة 5 سنين فضل شغال فيهم مفتش للآثار في مواقع كتير جوه مصر، لغاية ما وصل إنه بقى كبير مفتشي الأهرامات، لغاية ما بيتقبل سنة 80 في منحة فول برايت علشان ياخد الدكتوراه اللي كانت ببلاش من أولها لآخرها. وبعد 7 سنين دراسة اتخرج برسالة دكتوراه عنوانها المؤسسات الجنائزية لخوف وخفرع ومنقرع في الدولة القديمة من جامعة بنسلفانيا، ودي واحدة من الجامعات التقيلة ومش
ومش أي حد يقدر يدرس فيها، بيقولوا عليها واحدة من جامعات النخبة في أمريكا. ورجع زاهي على مصر بوضع مختلف تماما. فعايزاك تتخيل معايا بقى، موظف حكومي في إدارة الآثار راجع من أمريكا بدكتوراه وبيتكلم إنجليزي كويس جدا، فأعتقد مفيش أنسب منه يبقى واجهة لمصر ويقابل الأمراء والرؤساء ومشاهير العالم. وعايزاك تفتكر معلومة مهمة قوي برضو، إن الكلام ده كان بيحصل سنة 87، يعني من وقتها لغاية اللحظة اللي أنا بكلمك فيها دي مفيش غير زاهي حواس في المنطقة دي، فطبيعي يبقى هو المصدر الموثوق الوحيد اللي بيتكلم بلسان الحضارة المصرية في العالم كله. لغاية ما جت سنة 2011 وتقاعد زاهي حواس وما بقاش شغال أي شغلانة ليها علاقة بالحكومة المصرية، يعني نقدر نعرفه دلوقتي إن هو باحث وعالم آثار حر نفسه، يعني شغال فريلانس. ومن وقتها والراجل ده مشاريعه واكتشافاته ملهاش آخر، منهم وادي المومياوات الذهبية سنة 96 ومشروع الموميا المصرية اللي استخدم فيها تحليل الحمض النووي وعرف معلومات كتير عن حتشبسوت وتوت عنخ آمون، وكمان مدينة العاصمة المفقودة، ودي بقى اكتشفوا فيها مدينة أثرية كاملة وتعتبر أهم اكتشاف في القرن ال21. ده غير إنه نشر كتب كتيرة عن الفراعنة بالإنجليزي والعربي والفرنساوي، وبيتكلم عن الحضارة المصرية في قنوات ثقافية كتير زي ناشونال جيوغرافيك وديسكفري. ده غير إنه بيقدم محاضرات في كل مكان في العالم علشان يروج للسياحة المصرية. ولأن زاهي من النوع اللي لما بيعوز حاجة بيعملها، ومن كتر غيرته على الحضارة والآثار المصرية اللي ما تخصش حد غير المصريين، بيحاول بكل الطرق إنه يرجع الآثار المصرية اللي موجودة في كل متاحف العالم لأرض بلدها من تاني. فعايزاك بقى تركز معايا لآخر مرة والله وعد. دلوقتي بالورقة والقلم زاهي حواس علمه وتاريخه يسمحوا له يمثل الحضارة المصرية، عامل لنفسه كاركتر بلبسه وطريقة كلامه حتى بالسيجار والطاقية بتاعته، عارف بيسوق لنفسه ازاي وبيكلم كل شعب بلغته، وعارف قواعد اللعبة وبينفذها بالحرف. فانت لو مش عاجبك زاهي حواس بتاريخه واكتشافاته والشخصيات اللي قابلها، تقدر ترشح لي اي حد يعرف يقدم الحضارة المصرية بشكل احسن من ده وانا هوافقك والله ومش هقولك لا. فالحكم دلوقتي ليك، بس قبل ما تحكم عايزه افكرك بحاجه صغيره تحطها عين الاعتبار قبل ما تحكم. ما تنساش ابدا ان دكتور زاهي حواس دلوقتي يبقى 78 سنه، فقبل ما تحكم وتنظر على مواقفه الاخيره اعمل اعتبار لتاريخ الراجل مش اكتر من كده. وما تنساش برضو ان دكتور زاهي حواس ب 35 سنه تاريخ مش باخر موقف عمله، وانا متاكده انك لو فكرت بالطريقه دي في حاجات كتير قوي هتتغير في دماغك.